الفيديو اللي فات اتكلمت ازاي تفكر زي الواحد في المية عشان العقلية هي الأساس اللي هنكمل عليه، فعشان كده لو ما شفتش الفيديو ده شوفه من هنا وارجع كمل الفيديو ده. والنهارده هكمل الموضوع ده وهنتكلم عن عادات وأفعال الواحد في المية. انت لازم تبقى فاهم ان العقلية هي اللي هتغير في الأفعال وهتأثر فيه، والأفعال هي اللي هتغير حالك وهتغير مستقبلك كله. فأنا في الجزء الأول اتكلمنا عن العقلية والمفروض انك انت اكتسبت العقلية دي خلاص، فالجزء ده بقى هتكلم عن الأفعال أو العادات اللي المفروض تعملها عشان تقدر توصل للهدف الكبير اللي انت عايز توصل له. أول عادة هي انك انت تحط 3 أهداف يومية، والأحسن انك انت تنوع في نوعية الأهداف دي بحيث ان يكون في هدف ديني انك انت تصلي السنن مثلا، تقيم الليل، او مثلا تخلص عدد صفحات من القرآن، او تحفظ حاجة في القرآن مثلا، او انك انت تذاكر السيرة النبوية. كل دي حاجات انت ممكن تخليها من أهدافك اليومية الدينية. والهدف التاني انت ممكن تخليه هدف جسدي او صحي بحيث ان هو يكون خاص بالرياضة شوية او الحركة والكلام ده كله، مثلا نص ساعة مشي او انك انت تنزل الجيم، او ممكن تخليها اي شكل من اشكال الرياضة او الحركة عموما، بس المهم يكون في هدف يومي خاص بصحتك ولياقتك. وتالت هدف ممكن تخليه هدف خاص بمادياتك او مهاراتك، او معنى صح يعني حاجة بتطور بيها عقلك، سواء بقى انك انت تتدرب على مهارات جديدة او تحسن المهارات اللي انت متقنها فعلا، او انك انت تشتغل بالمهارات دي تعمل منها فلوس بقى فريلانسنج او ايا كان الشغل اللي انت بتعمله. وانت طبعا تقدر تخلي ال3 اهداف في مجال واحد بس شخصيا انا شايف الافضل انك انت تنوع الاهداف دي. وتاني عادة او تاني فعل انك انت تمرن عضلة الإرادة. اتعامل مع الإرادة كأنها عضلة زي اي عضلة في الجسم، ليها قوة معينة وقدرة على التحمل معين، بس في نفس الوقت تقدر تمرنها وتزود الحدود بتاعتها دي. في العادي مثلا ممكن الشخص اللي إرادته ضعيفة او اللي هو لسه اصلا مش بيعمل اي تمرين للإرادة يكون مثلا اخره انه يقعد يعمل حاجة معينة مش عايز يعملها لمدة 5 دقائق، بعد كده إرادته بتنفذ ومبقاش قادر يعمل الحاجة دي فبيقوم. طب انت ازاي بقى تخلي إرادتك اقوى بحيث انك انت تقدر تعمل حاجة انت مش عايزها لمدة طويلة وتعملها كل يوم؟ فانت هنا لازم تعمل افعال صغيرة فيها ضبط ذات كل يوم، والافعال دي ممكن تبقى حاجات بسيطة جدا جدا جدا، زي انك انت ترتب السرير اول ما تصحى، او ترمي الزبالة مثلا، او انك انت تروق الأوضة كلها، تروق المكتب. كل دي حاجات فيها ضبط ذات شوية وتعتبر تمرين، لانك انت ساعتها بتبقاش عايز تعمل الحاجة دي. هو حاجة بسيطة وسهلة ما بتاخدش وقت مش بتاخدش مجهود، بس في نفس الوقت عايزة ضبط ذات، انت مش عايز تعملها بتدوس على نفسك انك انت تعملها، فبتعلي وبتقوي الإرادة بتاعتك في الاخر. نفسها نفس اي تمرين لاي عضلة في الجسم. ممكن برضو تعمل افعال فيها ضبط ذات اعلى شوية، انك انت تصلي في المسجد، مع ان ده المفروض يعني مش بس يكون ان هي دي عادة عشان تقوي الإرادة، انت المفروض تعمل كده اصلا في العادي. وممكن انك انت مثلا تتمرن في اوقات انت مش عايز تتمرن فيها، بس طبعا يعني ما تكونش ايام الراحة، او انك انت مثلا تاخد دش بارد في الشتاء. دي حاجة يعني طبعا بتوجع ومؤلمة نفسيا وعقليا وكل حاجة، بس انت بتدوس على نفسك كتطوير للإرادة او تقوية للإرادة بتاعتك. فانت لما تعمل افعال فيها ضبط ذات حتى لو بسيطة جدا كل يوم، ده يخليك لما تيجي تعمل حاجة كبيرة، حاجة محتاجة إرادة وعزيمة كبيرة، زي انك انت مثلا تعمل فترة مانك مود اسبوعين 3، دي حاجة صعبة محتاجة إرادة كبيرة جدا، انك انت كل يوم ما بتعملش حاجه غير انك انت بتشتغل الحاجه اللي انت عايزها او الهدف اللي انت حاطه، يعني من غير ما تتشتت، من غير ما تستمتع باي وقت، من غير ما تلعب، من غير ما تعمل اي حاجه. دي محتاجه اراده كبيره جدا. فلو انت شخص مش متعود على انك انت تعمل اي افعال فيها ضبط ذات كل يوم، هيبقى دي حاجه شبه مستحيل عليك انك انت تنضبط عليها فعلا. فعشان كده لازم تمرن انضباطك وارادتك كل يوم بافعال صغيره زي كده عشان تقدر تعمل الحاجات اللي محتاجه اراده كبيره بعد كده. ودي كده تاني عاده، انك انت تمرن ارادتك وتتعامل معاها على اساس ان هي عضله. والعاده دي مهمه جدا عشان تقدر تعمل الفعل الثالث او العاده الثالثه اللي هي الروتين. مستحيل تلاقي حد ناجح ما عندوش روتين. كل الناجحين عندهم روتين، لازم بيكون مخطط يومه من قبل ما ينام، اللي هو عارف هيعمل 1 2 3 4 حاجات بيعملها كل يوم، والحاجات دي هي اصلا اللي وصلت له اللي هو فيه. عشان كده انت لازم يكون عندك روتين، والروتين صعب انك انت تنتظم عليه، خصوصا لو انت عامل روتين كله جديد عليك. فانت ممكن تبدا بحاجه بسيطه زي ان هو روتين صباحي بس، اللي هو تخطط اول 3 ساعات في اليوم هتعمل فيهم ايه. فحاول انك انت تعمل روتين صباحي بس، ولما ترتاح فيه وتحس ان هو بقى سهل خلاص ابدا زود ساعتين في الروتين، او انك انت تعمل روتين مسائي بعد كده تبدا تعمل روتين للوقت اللي في نص اليوم. عيش انت بقى براحتك، اعملها زي ما انت عايز، بس الافضل انك انت تبدا بروتين لوقت صغير اول 3 ساعات او اخر 3 ساعات في اليوم براحتك، بس لازم يكون عندك روتين. وحاول تخلي في الروتين بتاعك الحاجات اللي تخص الهدف بتاعك، انك انت لو عايز جسم صحي فخلي اول كام ساعه في اليوم مثلا تمرين. اما لو انت هدفك انك انت الشغل فخلي الشغل قبل الفطار او قبل الغداء او قبل الاكل عموما، يعني لان الاكل خصوصا لو انت تاكل كربوهيدرات بيخلي المخ ابطا فعلا، لان الكربوهيدرات بتسحب كل الدم اللي في الجسم عشان تهضمه، فبتخلي مخك ابطا، او ده نوعا ما تبسيط مخل يعني للموضوع عشان تفهمه يعني. فبتلاقي انك انت مش قادر تركز بعد الاكل. فلو انت اكلت اكل فيه كربوهيدرات، رز، مكرونه، الكلام ده كله، هتحس انك انت مش قادر تركز خالص. وطبعا لو اكلت سكريات فدي اسوأ حاجه يعني، وده هيدمر تركيزك تماما، فاوعى تشتغل بعد الاكل. فده كده تالت فعل، انك انت تعمل روتين. قبل بقى ما نخش على رابع فعل ناخد لنا بريك القهوه. واهلا بيك في بريك القهوه. بريك القهوه ده الفكره بتاعته ان انا هكون قاعد
برّه الscript خالص، باتكلّم في موضوع بعيد عن الفيديو، سواء مثلًا عايز أقول لكم على خبر معيّن أو حاجة زي كده، أو إن أنا أجاوب على أي سؤال أنتم كاتبينه، بس بشرط إنّك أنت تكون كاتب السؤال ده ومعاه كلمة break القهوة، بحيث إن أنا أبقى عارف إن أنت عايزني أجاوب على السؤال ده في الفيديو، مش إن أنا أجاوب عليه عادي يعني أعمل reply طبيعية. والحاجة اللي أنا حابب أعرّفها لكم إن إن شاء الله كمان أسبوع أو أسبوعين هنرجع نعمل جلسات التجويد تاني في سيرفر الDiscord، ولو ما تعرفش فإحنا عندنا سيرفر Discord عاملينه للقناة، وده مجتمع متخصص كامل لتطوير الذات، فلو أنت عندك أي سؤال في أي مجال شغل، دراسة، business أيًا كان السؤال اللي عندك، فروح اسأل هناك وغالبًا هتلاقي حد يجاوب عليك. فلو عجبتك فكرة السيرفر وشايف إنك أنت تستفاد منها وممكن تفيد كمان، فخش السيرفر من اللينك اللي في الdescription. وللأسف خلصت القهوة، فيالّا بينا نرجع للفيديو. العادة الرابعة أو هي فعل أكتر منها عادة، إنك أنت تجزأ الأهداف. أنت دلوقتي لمّا تبُص لهدف كبير جدًا، على سبيل المثال إنك أنت عايز تعمل $1,000,000 فده هدف ضخم جدًا إنك أنت تبُص له ككُل كده، فأنت لازم تجزأه أجزاء صغيرة عشان تعرف تعمله فعلًا. فأنت هتحط هدف صغير بالنسبة للهدف الكبير ده، إنك أنت عايز تعمل $1000 كل شهر. فدلوقتي لمّا تحط الهدف الصغير اللي هو بتاع ال$1000، بعد كده تبدأ تحط خطة توصّلك للهدف الصغير ده. الخطة مثلًا إنك أنت هتعمل business معيّن أو هتتعلم مهارة معيّنة أو حاول إنك أنت تقدّم على شغلانة معيّنة في شركة معيّنة. بعد ما تحط الخطة هتقوم محدد الأفعال أو العادات اللي المفروض تعملها كل يوم عشان تقدر تحقق الخطة، فتقدر تحقق الهدف الصغير. مثلًا أنا عايز أشتغل في شركة، بس أنت ما عندكش المهارات اللي تشغّلك في الشركة دي، فتبدأ تتعلم المهارات دي، فإنك أنت مثلًا كل يوم تقعد لك ساعتين 3 أقل حاجة يعني تتعلم المهارة دي. ولو عايز تعمل business معيّن فتبدأ تدرس ناس تانيين عاملين الbusiness ده عملوه إزاي، مشيوا إزاي، إيه الغلطات اللي وقعوا فيها، إيه المشاكل اللي واجهتهم، تبدأ تتعلم من خبراتهم هم. ولو في حد عامل كتب عن الbusiness ده فطبعًا لازم تذاكرها الكتب دي. فعلى حسب الخطة بتاعتك هتلاقي في أفعال لازم تعملها عشان تقدر تحقق الخطة، عشان تقدر تحقق الهدف الصغير. وبعد ما إن شاء الله تحقق الهدف الصغير بتاعك هتبدأ تحط هدف أكبر منه وتحط له خطة تاني، وتبدأ تشوف العادات والأفعال اللي المفروض تعملها عشان تقدر تحقق الخطة دي، وهكذا لحد ما تقدر توصل للهدف الكبير بتاعك. ودي كده رابع عادة إنك أنت تجزأ الأهداف الكبيرة. وخليك عارف إن حياتك بتاعة دلوقتي هي نتيجة أفعالك وعاداتك بتاعة الماضي، ونقدر نستنتج من ده إنك أنت لو ضبطت أفعالك وعاداتك بتاعة دلوقتي هتغيّر في مستقبلك بشكل كبير جدًا. وخلّيك عارف إنّك أنت مش هتاخد غير اللي أنت سعيت عشانه، وفعلًا العادات هي من أقوى المسببات للنجاح، وزي ما أنت عارف أنت المفروض تاخد بالأسباب ولازم تسعى، فهي العادات هي أحسن طريقة إنّك أنت تسعى بيها، وأحسن الأسباب اللي تاخدها عشان تقدر توصل للي أنت عايزه. وملحوظة مهمة جدًا، إن في نسبة إن ربنا ما يدّكش اللي أنت عايزه، فمن حُب ربنا ليك فممكن ما يدّكش الفلوس اللي أنت بتسعى ليها، لإن ممكن الفلوس دي تفسدك، فساعتها ده من حُب ربنا إن هو ما يدّكش الفلوس دي. ممكن نفس الكلام في العلم، إن هو ما يدّكش العلم اللي أنت نِفْسك فيه، لإنه عارف إن هو لو ادّاك العلم ده فهيكون عندك رياء وتكبُّر وممكن تشوف نَفْسك على الناس. بس برضه ما تخلّيش الموضوع يوصل معاك إنّك أنت أي عقبة تظهر قدّامك أو أي صعوبات تفتكر إن ده إشارة من ربنا إنّك أنت المفروض ما تكمّلش في الموضوع ده. أنت ممكن جدًا يكون العقبة أو الصعوبة اللي ظهرت لك دي تكون اختبار من ربنا لصبرك، إنّك أنت هل هتكمّل في الحاجة دي، هل أنت عايز الحاجة دي فعلًا والّا لأ؟ فأنت هنا لازم تصبر وتسعى وتحاول تعدّي العقبة دي، وساعتها ربنا إن شاء الله هيرزقك اللي أنت نِفْسك فيه. وهي دي العقلية اللي أنا عايزك تتعامل بيها مع أي عقبات، إنّك أنت ما تستسلمش، ما تفتكرش إن هي دي خلاص دي علامة إن أنا لازم أوقّف، لأ، ده اختبار ولازم أي حاجة أنت عايز تعملها والحاجة دي صعبة فعلًا يعني، أكيد هييجي لك عقبات كتير جدًا قدّامك. على سبيل المثال أنا دلوقتي الstand أصلًا مكسور، بس أنا قاعد اخترعت stand كده مع نفسي وقاعد باصوّر بيه، فهل دي عقبة معناها إن أنا لازم ما اصوّرش الفيديو؟ لأ، حاولت أعدّي العقبة دي وأديني باصوّر أهو باختراع حرفيًا عملته، هو مش stand ولا حاجة بس أنا اخترعته يعني. وبكده الفيديو ده والفيديو اللي فات علّموك إزاي تفكّر زي ال1% وتعمل إيه كأفعال وعادات عشان تبقى من ال1% برضه. ولو عايز تشوف فيديوهات تانية خاصة بتطوير الذات، فشوف الplaylist دي واشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد فتشوفه وتستفاد منه.